مرحبا، وصفتنا لليوم هي معكرونة آخر الليل. خلينا نبلش. طبعا أنا هون حطيت المي مشان أسلق المعكرونة مع ملعقة كبيرة من الملح. طبعا وصفة اليوم هي عبارة عن ذكريات الطفولة. كنا ناكل هاي الوصفة كتير بأيام زمان، وكتير وصفة سهلة وما بتحتاج أي مكونات صعبة، ومكوناتها موجودة بكل بيت. هون أنا بلشت فرق المعكرونة مشان ما تلزق ببعضها. هون بعد ما انسلقت معي المعكرونة بخليها على جنب. وهلأ بدنا نبلش بالمكونات. بنحتاج ملعقة سمن حيواني، ملعقة كتير كبيرة، كل ما زودته كل ما كان طعمها أشهى وأطيب. وبنضيف عليها المعكرونة يلي سلقناها مشان تتنغنغ مع السمن الحيواني. لازم تتنغنغ كتير منيح وتحركوها كتير منيح مشان تاخد نكهة السمنة. بنضيف عليها ملعقة ملح صغيرة ورشة فلفل أسود، وبنحرك سوا كتير منيح. وهلأ بدنا نضيف الجبنة البيضاء. تقريبا أنا ضفت 250 جرام جبنة بيضاء. طبعا هي هيدا المكون الأساسي، لازم تستخدموا جبنة بيضاء مو جبنة لا برميزان ولا موزاريلا مشان يكون الطعم مثل أيام زمان. بنضيف عليه بقدونس وبنحرك، وبنتركهم على الغاز تقريبا 10 دقايق. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. شفتوا ما أسهلها؟ أسهل وصفة معكرونة بالفعل. طريقة كتير لذيذة وكتير رح تحبوها وتعجبكم. طبعا هاي الوصفة لآخر الليل ما تنسوا. هلأ إجا وقت التقديم. طبعا بدي أقدمها مشان تشوفوها قدامكم، وأكيد لازم دوق مثل كل مرة. طبعا بدي دوقها. طعم خيالي لا يقاوم. من أشهى الوصفات اللي عملتها ومن أسهلها وأسرعها، وأكيد رح تعجبكم كتير. ما تنسوا تجربوها. باي.